والله استاذ محمد انت تعرف، انت واحد من الناس اللي صارت لي مشكله مع اخوك اللي كنت اعتمد عليه اعتماد كلي، تتذكر. وفي يوم ما من جيت قلت لك روح انت هو اخوك بالبيت، هو الان ابني الصغير اللي اني يجب ان اهذبه واعلمه حتى يوصل للهدف. وفعلا الله سبحانه وتعالى وفقه ومشى بطريق، كان واحد من الدعائم الرئيسيه للفرق اللي دربناه. الاهم صدقني يا استاذ محمد، الكلام اللي سمعته كلام جارح وكلام مؤثر وكلام، خلينا نكون واقعيين. هو منين صدر؟ من اللاعب احمد ياسين. والله اليوم انا سمعت بالتلفزيون. نعم. يعني قلت لك تفاجأت، واذا بكلام يعني هو قال كلام، خلينا ننقل كلامه في سبيل يقول حق الرد. انا سمعت يعني نعم. انه تصريحاته عبر المواقع او نعم. عبر قناه فضائيه اخرى، انه الكابتن حكيم شاكر دائما عنده موقف معي ودائما ما يستدعيني ويجلسنا على الاحتياط. الشيء الثاني انه السبب الرئيسي بكل هذا انه تدخل مساله تسريح الشعري او غير تكلم. والنقطه الاخرى اللي اثارها قال هو وجهه نظره، يعني نعم. انا انقل ما قاله انه الكابتن حكيم شاكر دائما ميال لمتابعه الفيسبوك وما يثار بالفيسبوك، ولهذا ياخذ انطباعاته الكامل عليه. حتى جاب بس ذكرني بيهن واللي صار انا نعم. هواي هذا شو مخلي النقطه الاولى انه مساله انه يعني هو عنده موقف مني. موقف ابدا، لو عندي موقف مع استاذ محمد ما كان ادعي. على فكره ترى انا من دعا احمد ياسين لمباراه شيني، انا جلست مع برودوفيتش وكريم ناعم دا يسمعني والسيد ناجي عمود دا يسمعني. اول اسم اطيته له قلت له احمد ياسين الان في الدوري مهم، دا يلعب باسلوب صحيح ودا يلعب بالنظام اللي احنا نريده تحتاجه في هذه المباراه، الله شاهد. ومن اجيت لو عندي موقف معاه كان المفروض ما علما انه يمكن انت انا ما شايف لاعب بكل العالم اللي سواه مثل ما سواه احمد ياسين في مباراتنا مع البحرين وتجاوزت. نعم. قلت واحد من اولادي الصغار وتعمد الاساءه وعلي ان يتعلم، ولذلك اتيت به للفريق. وصدقني ليس من باب لا المجامله لاحمد ولا اللي وراء احمد، انا الانسان الوحيد اللي بقيت منتظر احمد. على فكره احمد ما وصل قبل 73 ساعه 72 ساعه، احمد وصل قبل 48 ساعه، وصل يوم الاحد صباحا الساعه 2:01:30 للمعلومات. يعني وصل اقل من 72 ساعه، اقل من 48 ساعه، يوم الاحد الصبح الساعه 2. وحتى وين كان واصل ب 56 او 50 فهو وصل قبل الوقت الغير محدد، لان 72 ساعه حتى المدرب يشوفها ب3 وحدات تدريبيه. الاهم انا كنت عندي تصور عن احمد وتصور تام، انا انتظرت احمد للساعه 1:30 انا وكريم ناعم وباسل جورجيس، هاي ليس من واجباتي، لكن حتى كنت اريد الطف الاجواء اللي بيني وبين احمد. انت تدري هو ابني وصغير وممكن انه يتصرف تصرف غير صحيح، ممكن لو ما لاقيني يجوز يقول باوع استقبل يونس واستقبل، علما انه يونس اجى قبل 7 ايام من المباراه ورحيمه اجى قبل 6 ايام من المباراه وبوقت قبل التدريبات. المهم فبقيت للساعه 2:15 واذا احمد طب في وضع. انا سمعت هو قال حكيم شاكر قال ما لعبته لانه تعبان. انا ما قلت احمد تعبان ولا حكيت ولا اساسا ذكرت لان احمد مو احسن من اللاعبين اللي قاعدين، 3 إلى 4 لاعبين قاعدين على الخط بالمعيار احسن من احمد، لكن ما لعبوا. اسلوب ونظام المباراه ما يخليك هذول اللاعبين. بس انا اريد اوصل احمد لنقطه معينه، ومن مع احمد هذول الناس اللي دا يطبلون الاحمد و4 قنوات 5 قنوات، انا اعرف شنو مدى الترابط اللي بينهم وبين احمد والعلاقات اللي بينهم وبين احمد، ويريدون يثيرون هاي المواقف حتى ياثرون على المنتخب، يخلون المدرب يلتهي. هاي شغلات المفروض ما تصير. ولذلك انتظرت الاحمد للساعه 2 وكنت حاجز له غرفه واعطيته المفتاح، فسالته قلت له ابني تتريق تتعشى؟ قال لي استاذ تعشيت اني بس خلوني انام. وهذا موجود به 2 من الاخوان كريمنا، الله شاهد يا ابو طيبه وداعتك انت. راح وصعدناه للغرفه مالته، صعدناه قلت له بابا باكر الصبح راح يجيك الدكتور والمعالج ياخذوك يسووا لك استشفاء تام ويطردوا لك التعب، تدري من خلال المساج. على فكره احنا قاعدين بفندق ما بي المدخرات الكامله العلاجيه اللي مثلا الجاكوزي والساونا ما كان موجود عندنا، بس مسبح كان بالفندق. فامرت الدكتور والمعالجين انه يروحون لاحمد من الصبح ويرجعوه ويطردون التعب من عنده، يرجعوه يستشفوه حتى يطب بالوحده التدريبيه. وفعلا طب الولد، لكن الاسلوب والنظام صدقني يا استاذ محمد ما يرهم. احمد من النوعيه اللي يلعب للجانب واحنا ما كنا محتاجين للجانب. بس لو تسالني ليش نزلت امجد باوعت على احمد، حتى هاي هم مفاجاه يعني لك حصري. قلت خاف هذا اللاعب النزله وبعد ربع ساعه خاف يقول اني ما العب، وممكن
لان دليل على ذلك هذا التصرف اللي حدث صار يومين وقالوا الدنيا انه ملعواني وقالوا علي تعبان. لا حد قال عليه تعبان ولا حد قال عليه وطني. احنا مو اصحاب حظ وبخت، ما لا نازل على وطنيتك ولا على وطنيه اي واحد من الناس. كل انسان حر بوطنيته وهو انتماءاته ما حد يحددها، هو اللي يحدد انتماءه. ولا اني ولا انت، لا انت بمقدار وطنيتي ولا انا بمقدار وطنيتك. يجوز انا اقول وطني واطلع خائن، ويجوز الغيري القصد. فما اسمح لنفسي انه اناديه بالوطني. انا قلت لاحمد في بطوله غرب اسيا، قلت له ابني احمد من ينقر السلام الوطني اقرا حتى لا يقولون عليك مجنس، يقولون عليك عراقي حتى تحفظ وطنيتك. هذا اللي قلت انا في بطوله غرب اسيا. يعني اذا كان احمد يتذكرها اللي هسه فاش حاط لي قنبله عليه راح تنفجر علي في اي لحظه. المهم وما قلت عليه تعبان، اساسا ما قلت عليه تعبان، وما قلت له قص شعرك وما ادري لا تقص شعرك. يعني هذا شنو قوه هو. والاهم الاخيره ايش قلت؟ قايل انه اجيت هو احسن التعبير، هو احسن التعبير عندما قال بالضبط انه حكيم شاكر يعتمد على الفيس والمواقع الاجتماعيه. مو هيك قلت لي؟ وفعلا انا لان قلت في بدايه حديثي ويمكن هسه راح ينعاد وراح تشوفه، قلت نور اجى اشتكى عندي وقال لي كابتن المواقع والجرايد ترى ماذيتني، ولذلك قمت اتابع اريد اعرف من اللي يحكي على نور، هذا الاسم، هذا المكانه، هذا اللاعب المهم. فمن اجينا قبل يومين من المحاضره التدريبيه، هو اول يوم كان حاضر بيها، قلت لهم اخوان ابتعدوا عن الفيس وابتعدوا عن المواقع الاجتماعيه لان بداوا ياثرون عليكم وبداوا يضغطون عليكم. وعلى فكره انا من النوعيه اللي ما اعرف شيء بالمواقع الاجتماعيه ولا اعرف شلون ادخل للموقع الاجتماعي لان ما يعجبني هذا الموضوع انا اكون متواجد به. هذا اثنين. مساله انه ما تدربنا، لا هو غلطان. احنا تدربنا من يوم 24 لغايه يوم 13 بشده وحمل راقي وبتكتيك وجمل تكتيكيه منضبطه. لكن اليومين الاخيره اللي هو اجى بيها كان تنازل. تعرف انت جنابك خط البياني لازم ينزل، الشده والحجم لازم تقل، فقط تثبت طريقه اللعب حتى بس اني اتصور لاعب يحكي على مدربه هذا الكلام عليه ان لا يحضر مجددا عندما يكون حكيم شاكر مدربا، لانه بعد ما يلتقي يعني انه غير مقتنع بالمدرب وعليه ان يبحث عن مدرب اخر يعرف قيمته. دقيقه واحده في سبيل الآن أنت يعني فاض بك الكيل وتحدثت بصراحة، وهذه الجلسة بالأرض أعطتك عفوية كاملة بالكلام. ماذا تقول للجمهور من خلال برنامج هايد بارك؟ حتى المغرضين، حتى المنكلين، حتى المهمشين اللي يريدون يهمشون، خلينا نقول المنتقدين كلهم خلينا نجمعهم. نعم. صدقوني لا موضع انتقادات الآن ولا موضع تقاطعات. البلد بحاجة للجميع، كل البلد. ولذلك حتى تعرف حتى أحمد ياسين من تكون الحاجة إلى موجود بالمنتخب غصبا عليه لازم يحضر، من هذا بلده، هذا عراقه. يعني خلي يطلع من أفكار هذول الناس اللي يشتتون أفكاره، يقولوا له أنت قال لك هيك أنت. لا، هو ابن البلد. وخلي يعرف إذا أنا كنت أحب علي عدنان وأحب همام وسيف ويونس 100 يجوز أحبه، صدقني يا أبو طيبة يجوز أحبه 100%. ليش؟ لأن هذا ابن العراق وأمانة عندي. يونس وهمام يرجعون يم أهلهم، بس هذا ما يرجع يم أهله. تدري أنا الآن وصل، أنا متابع أنه وصل لو ما وصل. خلونا نكون أحباب، خلونا نكون العراق بحاجة لكل الناس الخيرين. الآن كنا بالاستراحة بالبارك شو يسموه يعني الفاصل كنت تحكي، نورتني بمعلومات قبل افتتاح المدينة الرياضية أسعدتني بها. هذا ما نابع لأنه أنت محمد خلف، هذا نابع لأنه من وطنيتك، من حسك، من الشيء اللي تريد تصنعه لبلدك. لذلك العراق لا يبنى لا بحكيم ولا بمحمد خلف ولا بأحمد ياسين، يبنى بالجميع. ومن يريد أن يعرقل مسيرة العراق عليه أن يتنحى خارجا، لأن العراق لا يبنى إلا بجميع سواعد أبنائه. وهاي دعوة للجميع بدون الشكر أستاذ محمد. نعم. دعوة للجميع، علينا أن نقعد جلسة مصارحة. وان الآن البارحة خسر الفريق العراقي 4، لازم نعرف ليش خسر الفريق العراقي، شنو اللي نقدر نسويه، شلون نوصل المعلومة الكابتن موفق، شلون نوقف مع لحظة الله شاهد والاخوان وياي، لحظة انتهاء المباراة قد أكون أول إنسان اتصل بموفق حسين وشديت من أزرة وقلت له لا تدير بال والوقت بعد طويل. هذا يمثل منتخب عراق، لأن هذا منتخب عراق. الجميع إن شاء الله. يا أستاذ محمد هالانتقادات وهالتنكيل وهالجرح عموما صدقني الطريق لا زال بعيد. أنا حزين ومجدود لشيء معين. أنا قلت للاعبين اخوان خلوا العراقيين يفرحون بالعيد
وكان ممكن نخلي العراقيين ان شاء الله نفرح بايام قادمه. ما فقدنا الامل، لا زلنا بالامل، الامل لا زال موجود. عندنا 3 مباريات والتقارب بيننا وبين الصين نقطه واحده ان شاء الله. وان شاء الله من يكونون معانا هكذا ناس اعلاميين مخلصين امثالكم وامثال الناس اللي ما ذكرتهم الطيبين الباقين، اكيد العراق سيبقى الجميع بخير ان شاء الله. وان شاء الله ننتقل، وان شاء الله الافراح والاضويه تبقى دائما في بلدنا. شكرا جزيلا كابتن حكيم، كنت بعفوي. واني اوجه في ختام هذه الحلقه الخاصه عن منتخبنا الوطني لمشاهدي العراقيه في كل مكان انه هذه هي كره القدم، فيها فوز وفيها خساره. الان المنتخب العراقي سبق وأن فاز وخسر هذه المباراة، عنده 3 مباريات بتآزرنا وتلاحمنا لحد نهاية المشوار. عند ذلك سيكون هناك تقييم للنجاح أو نسبة الفشل، واللي نتمنى دائما النجاح لرياضتنا العراقية ولكرتنا العراقية. خلينا نختم سامح. اختم. خلينا نختم بس أقول كل قنوات التلفزيونات العالمية قالت الهدف مشكوك إلا القنوات العراقية مع الأسف الشديد.